السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين قطعة البطاطس بيوري دي محشية كبد الفراخ. دايما بتتبقى عندنا الكبد منعرفش نعمل بيها ايه. ان شاء الله نعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة. عندي هنا بطاطس مسلوقة، وادي كبد الفراخ بالشكل دي. الكبد اديتها غلوة واحدة بس في شوية مية وشوية خل، وعندي هنا بصل وزبدة ولبن وفصين توم، وطبعا التوابل بتاعتي. يلا نسميه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. جبت هنا طاسة على النار فيها شوية من الزيت، وجبت كمية محترمة كده من البصل، هنزل بيه في الزيت مع 3 فصوص من الثوم، واقلب ده كله كده مع بعض. هشوحه بس مش هخلي البصل يغير لونه ولا حاجة، لغاية ما اشم بس ريحة البصل مع الثوم بالشكل ده. وهنا عندي توابل: ملح، فلفل اسود، كمون، وبابريكا. تقريبا مفيش فلفل اسود يا جماعة، كمون وبابريكا وشوية بهارات فراخ بس كده، اللي هي ال7 بهارات. شوحت البهارات مع البصل والثوم لغاية ما ده بقى لونه. وزي ما قلت لكم ان كبد الفراخ انا اديتها غلوة في شوية مية مع الخل. هنا بوريكم ان انا مقطعاها كده نصاص بس، وكان في كام قلب عندي من لو الفراخ برضو قطعتها ونضفتها. في المرحلة دي ما بقطعش الكبد قطع صغيرة عشان ما تتهريش مني. هشوح ده كله مع بعضه لغاية ما يستوي. فهنا عندي البطاطس المسلوقة، هضيف لها بس برضو شوية من ال7 بهارات، وعندي قطعة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف كوباية اللبن بالتدريج. الزبدة واللبن هنا بديل لكريمة الطهي، لو عندك كريمة طهي ضيفيها عادي. وهخلط ده كله مع بعض. وطبعا البطاطس كان عليها ملح، ضفت لها بس شوية بهارات بالشكل ده. بعد كده جبت الطبق اللي هعمل فيه او الصينية، دهنتها شوية من الزيت، وهنا هرش بس شوية من البقسماط المطحون في ارضية الطبق عشان بس البطاطس بتاعتي ما تلزقش بالشكل ده. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب اول طبقة من البطاطس ما شاء الله كريمية جدا، وهفردها في ارضية الطبق بتاعي. صلى على الرسول يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. يا ريت اللي وصل معايا لغاية هنا يضغط لايك ويشرفنا بالاشتراك. هنا هسوي البطاطس كلها في ارضية الطبق بتاعي. بعد كده هجيب كبدة الفراخ بتاعتي وهفردها كده زي ما انتوا شايفين. الوصفة دي هايلة يا جماعة، جنب شوية رز زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، وغدا مغذي كامل ما شاء الله، هيعجب الولاد جدا. هنا خلصت الكبد وفردتها على طبقة البطاطس، وهحط دلوقتي الطبقة التانية وهفردها بالراحة خالص. هنا بعد ما حطيت الطبقة التانية، عندك اي نوع من الجبنة حطيها فوق الوش. انا كان عندي جبنة رومي بس بصراحة، فرشيت كده شوية من الكبدة، ورشيت كمان شوية من البقسماط المطحون، بس ما بانش معايا هنا في التصوير. هحطها بس في الفرن تحت الشواية تاخد لون، لان كل حاجة مستوية. وده شكلها بعد ما طلعت ما شاء الله، طعمها هايل. يا ريت تجربوا الوصفة بتاعتنا وتعجبكم ان شاء الله. وصفة سريعة وبسيطة جدا، مفيش اسهل من كده. يا ريت لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. هنا شايفين شكلها عامل ازاي بعد ما طلعت قطعة متماسكة جدا، وطعمها هايل يا جماعة، مع شوية رز وبس كده. كده عملنا الغدا بتاعنا. وصفة سهلة وبسيطة.
اشوفكم في فيديو جاي باذن الله.